الاتحاد القطري أعلن على موعد الانطلاق ديال كأس العرب لسنة 2025، واللي غادي تكون نهار 1 دجنبير حتى ل 18 دجنبير، أي قبل انطلاق كأس إفريقية ب3 أيام. كنلاحظوا ان قطر دائما كتختار هذا التاريخ ديال 18 دجنبر يتلعب فيه النهائي، فهو نفس التاريخ اللي تلعب فيه نهائي كأس العالم ديال 2022، وهو نفس التاريخ اللي لعبت فيه الريال ضد باتشوكا في كأس الكونتيننتال، ونفس التاريخ اللي لعبت فيه نهائي كأس العرب ديال 2021 اللي كان ما بين تونس والجزائر. علاش؟ بكل بساطة لأن 18 دجنبر كتصادف العيد الوطني لدولة قطر. أما بالنسبة للمغرب أو لدول شمال إفريقيا عامة، فأكيد أن هذا التاريخ هذا ما كيناسبهمش. علاش؟ حيت كيتصادف مع موعد انطلاق ديال كأس إفريقيا، واللي هو منطقي أن المنتخب اللي غادي يشارك في كأس إفريقيا ما غيمكنليش أنه يشارك في كأس العرب، باستثناء إلا كان غادي يشارك بالمنتخب الرديف، وهذا هو الأقرب للواقع بالنسبة للمنتخب المغربي، أنه يشارك في البطولة العربية بالمنتخب المحلي، مدعوم ببعض اللاعبين اللي كينشطوا في الدوريات العربية اللي غادي تكون متوقفة في الفترة ديال البطولة، وبطبيعة الحال باللاعبين اللي ما تناداش عليهم للمنتخب الأول. وبالتالي فمن المتوقع أن المغرب غادي يشارك بجوج ديال المنتخبات، واحد غادي يكون خاص بالبطولة العربية، والآخر غادي يكون خاص بكأس إفريقيا اللي غادي تكون في بلادنا إن شاء الله.